مقطع صعب جدا لأبعد حد من التعصب الرياضي. حفل موجود فيه أطفال ومقدم البرنامج أمامه أطفال لابسين تيشيرت الهلال ولابسين تيشيرت النصر، فيجي على الطفلة اللي لابسة تيشيرت النصر. لا لا لا، أنت تسمع بنفسك وتشوف. أمك نصراوية كلهم هلالية؟ أمك نصراوية هي اللي لبستك النصر؟ وين أمك؟ ليش تعذبينها تكفين؟ ليش تعذبينها؟ توها صغيرة. خليها تشوف الهلالية، شوف مبتسمة سبحان الله. أي هلالي مبتسم سبحان الله. صح؟ تشجع الهلال. أعطيك جيشتين 3 4 أعطيك لابوبو. والله ما تبي لابوبو؟ مرة نصر والله ورطوها الله يعينك. يا اخي اللي اعطاك المايك وطلعك تتكلم وتحاور مع اطفال ظلمك. اولا تسال على مامة البنت وتكلمها امام بنتها وتقول لها ليش تعذبينها. مش بس كده، ينقل على المرحله اللي بعدها يقارن البنت دي ببنت هلاليه، وان الهلاليه مبتسمه. محدش علمك في حياتك ان الاطفال ما ينفعش تعمل مقارنه بالطريقه دي امامهم، ما ينفعش انك تقلل منها وانتمائها وتشجيعها امام بنت تانيه وامام الناس. يا بعيد ما يقامش لحد كده يشكك البنت في انتمائها ولا وحبها لنادي النصر، فيحاول يخليها تشجع الهلال، فالبنت ترفض متمسكه بحبها لنادي النصر، فيبدا يقدم اغراءات. هعطيكي واعطيكي واعطيكي لابوبو. يا ابني دي طفله، يا ابني تعصبك الرياضي خليه بعيد عن الاطفال. ولما البنت اتمسكت بحبها لنادي النصر بعد الاغراءات بتاعته يقوم يقول ايه؟ يقول ايه؟ ورطوها الله يعينها. يا نهار ابيض يا ابني، اللي اعطاك مايك ظلمك، اللي اعطاك مايك وقال لك اطلع الحفل ده ظلمك. انا اتمنى المقطع بتاعي ده يوصلك اينما كنت وتسمعني كويس. تسمع رسالتي دي ليك. ما ينفعش تقلل من طفل امام الملأ، وما ينفع تحرجه، وما ينفع تخاطب مامة البنت وتقول لها دايركت كده امام البنت ليش تعذبينها، لان ده في الاول وفي الاخير كرة قدم. النقطة التانية، ما ينفع تقارنها بطفلة زيها وتقول مبتسمة عشان هلالية، لان المقارنات مع الاطفال بتأثر بالتأثير السلبي عليهم وتهز ثقة البنت في نفسها. الحاجة التالتة اللي حابب اعرفها لك، الحب اللي بيتبنى بمقابل بيبقى حب ضايع وهش. جو الاغراءات اللي انت بتعملها ده ما ينفعش، لان ما في اجمل من العاطفة الصادقة اللي بدون مقابل. اخر جزئية ليك، لما تقول لي مامة البنت امامها ورطوها الله يعينها، ما سألتش نفسك كمية التساؤلات اللي هتيجي في دماغ البنت دي بعد كلامك؟ سبحان الله، عندما تعطي المايك لمن لا يستحقه. اتمنى ان مقطع البنت دي يوصل لإدارة النصر السعودي عشان يعملوا لها تكريم يليق بيها، وعشان يعززوا نصراويتها في قلبها، لان الفطرة السليمة لأي طفل هي ان يتولد نصراوي. يبقى بطل لا تنسى التفاعل اللي في جنبه وتدينا رأيك في المقطع على كلام اللي انت سمعته ده. سلام.